السلام عليكم. دي علبة بحط فيها الشعرية على طول. فاشتريت امبارح الشعرية بدل ما اكون بقى كده ايه. انا اصلا باخد الشعرية بتاع بالكوباية، مش باخدها يعني ايه كوباية شعرية كوبايتين حاجات كده. ودول الاتنين دول كنت واخداهم من التموين امبارح. ماشي، بس احطهم كلهم في العلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسحب منهم شعريه باللبن، شعريه لسان عصفور، بتاع ده اسمه شعريه مع الرز اهو. بدل ما اقعد احط اكياس كده بفرغهم كده كلهم يبقوا بالطريقه دي. واقفل عليهم واحطها في الفريزر، ما بحطهاش بره الفريزر عشان خاطر ما تسوسش. انا هعمل الكيسين دولت هعملهم شربات، هعملهم شربات تقيل، مش هعمله شربات خفيف اهو للكنافه والجلاش والحاجات اللي زي دي. بكيلها طبعا بالكوبايه مش بالكيس. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. ادي واحد، ادي اتنين اهو. عملت كيس واحد طلع 4.5. ماشي. التاني بقى انتوا لما عاوز تاني اخلص حاجه بعوز حاجه، لان بتاع التموين بالذات بعمله شربات. ماشي. بحط ميه قد ايه؟ الجلاش والكنافه بحط ميه دي 4.5، بحط 2 وربع، 2 وربع، النص بالظبط. ادي اول واحده اهي بالراحه، ما تجوش على الجنوب. وادي الثانيه، وادي الربع. ومعلقه كوم نبلوله عشان خاطر العسل الجلوكوز ما يلزقش فيها. ماشي. بحط بتاع معلقتين تقريبا. وادي الثانيه. هي ملمسها بيبقى كده صيف شتاء وحيدك بيبقى جامد قوي. مش عارفه ليه، ايه السبب في كده مش عارفه اهو. اهو بيغلي اهو. اول ما السكر العسل بيغلي بقوم رايحه موطيه عليه. ماشي. واضيف عليه الليمونه. هو ميه سكر وعسل الجلوكوز، بضيف عليه عصره الليمونه دي اهي اهي. وبسيبها بتاع 7 دقايق 10 دقايق بالكتير. ماشي. ما انا بضيف سمنه ولا بضيف اي حاجه. ودي جاهزه على الاخر برضو بحطها عشان تدي ايه ريحه حلوه للشربات اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما يتقل كل ما يبقى تحفه. هو غالي، بعد ما يغلي لازم تقعد 7 دقايق، انا بحطها 10 دقايق عشان اضمن ان هي الحبوبات كلها غلت. الحبوبات كلها قصدي دابت اهي. بسم الله ما شاء الله، ريحه فتاكه، ريحه جميله.